رمضان 2025 نزل لنا بمسلسلات كتير، منهم سيد الناس اللي شد انتباه ناس كتيره بسبب طاقم العمل والاخراج والقصه اللي مليانه صراعات. لكن السؤال هنا، هل المسلسل قدر يكون واحد من احسن اعمال رمضان ولا مجرد اعاده تدوير لقصص شفناها قبل كده؟ في الفيديو ده هنحلل القصه، الشخصيات، الاداء، التمثيل، الاخراج، وهنشوف المسلسل ده يستاهل المشاهده ولا لا. المسلسل بيحكي عن الجرحي ابو العباس اللي حياته بتتقلب بعد وفاه والده، وبينكشف قدامه عالم غامض مليان اسرار، صراعات وفجأات تقلب حياته راسا على عقب زي اي مسلسل درامي. عندنا صراعات على الفلوس، صراع عائلي، وعندنا لا بأس به من الخيانات والمؤامرات. لكن هل الحبكه كانت جديده؟ بعض الحوارات كانت قويه وعنيفه، في لحظات تانية بتحس ان السيناريو متوقع جدا زي مشاهد الموجات اللي دايما بتنتهي بجمله دراميه تقيله وبعدها موسيقى تشويقيه. السؤال هنا، هل الحبكه شدت انتباهك من اول حلقه ولا حسيت انك شفت القصه دي قبل كده؟ عمرو سعد ممثل قوي بيعرف يعمل الشخصيات اللي فيها صراعات نفسيه وبيعتمد على ملامح الوجه والتعبيرات القويه. لكن هل الدور ده اضاف ليه حاجه جديده؟ والهام شاهين قدمت اداء تقيل وفعلا قدرت تتحكم في تفاصيل الشخصيه، لكن احيانا حسيت ان في مشاهد كان فيها اوفر دراما شويه. احمد زاهر بصراحه كان من اقوى عناصر المسلسل، قدر يخلي شخصيته مركبه وصعبه التوقع، وده كان عنصر جذب قوي. احمد رزق رغم انه متعود على الادوار الكوميديه لكنه هنا قدم دور مختلف تماما، وده اضافه قويه للعمل. في المجمل المسلسل جاب على قص تمثيل تقيل، لكن السؤال هنا، هل الشخصيات مكتوبه كويس ولا مجرد شخصيات رمضانيه معتاده؟ ونيجي هنا للاخراج والتصوير. محمد سامي معروف باسلوبه في الاخراج ودايما بيحب الزوايا السينمائيه واللقطه القريبه اللي تركز على ملامح الشخصيات. لكن بصراحه ان بعض اللقطات مكرره من اعماله القديمه زي جعفر العمده، اللي انت حرفيا اول 4-5 حلقات من مسلسل سيد الناس هتعرف ان هو نسخه مصغره من جعفر العمده. تاني حاجه هو الاضاءه والالوان، اللعب بالالوان كان حلو جدا وفي تدرجات بتساعد على نقل المشاعر، لكن في بعض المشاهد الاضاءه كانت معتمه. الموسيقى كانت مؤثره جدا بتساعد في نقل الاحساس، لكن احيانا بتحس انها زياده عن اللزوم، انها بتحاول تفرض احساس درامي بالقوه. رايك، هل اسلوب محمد سامي في الاخراج مازال محتفظ بقوه ولا بقى متكرر؟ ونيجي هنا للحاجه الخامسه، ونيجي هنا للمقارنه مع مسلسلات متشابهه. لو بصينا على المسلسل هنلاقي ان في تشابه بينه وبين اعمال تانية زي الناس الاغراب او البرنس، سواء في طريقه التصوير او طبيعه الشخصيات اللي بتعاني من ظلم وخيانه. السؤال هنا، هل محمد سامي بيكرر نفسه ولا ده اسلوبه المميز؟ بعض المشاهد تحس انها متاثره بمسلسلات وافلام اجنبيه، فهل ده استلهام ولا استنساخ؟ نيجي هنا للتقييم النهائي. نقول ان سيد الناس قدم دراما قويه مع تمثيل جيد جدا، لكن القصه مش جديده والاخراج رغم قوته الا انه بدا يكون متوقع. لو بتحب اعمال عمرو سعد ومحمد سامي غالبا هتحب المسلسل، لكن لو بتدور على حاجه جديده ومختلف ممكن تحس انه متكرر شويه. مسلسل سيد الناس مسلسل حلو، لكن هل يستحق يكون الافضل في رمضان؟ يرجع عليك اللي تحت في الكومنتات. نيجي هنا لسؤال الحلقه، ايه رايكم في المسلسل؟ عجبكم ولا حسيتوا انه متكرر؟ اكتر مشهد اثر فيكم؟ مش تكتبوا رايكم في التعليقات واعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وادعوا لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه. كريم عليكم. كده كان الفيديو بتاعنا، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.